والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في هذا اليوم نؤكد من جديد على ثوابتنا الإيمانية والإسلامية، على تربية هذه المدينة، على أخلاقها، على التزاماتها تجاه الوطن، في وحدة صفه، في وحدة أرضه وشعبه ومؤسساته. كان من المفترض أن يلتقي إخواننا في اللجنة التي انبثقت عن اللقاء في هذه الدار مع وفد تجمع العلماء المسلمين، ولكن حتى لا يفسر الأمر ولا يفهم ولا ينقل بغير حقيقته وبغير صحته، لقد حصل عندهم ما أخرهم عن المجيء وليس عن الامتناع. واتصل رئيس التجمع في شخصيا وطلب وتمنى علينا معتذرا أن يكون الموعد يوم الاثنين 10:10، فهم جاهزون للحضور وسنلتقي معهم، وليست هذه القضية، ولكن بدل أن يكون هذا اليوم سيكون يوم الاثنين 10:10. وأنا أريد أن أقول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننهي كل الشائعات. هذا الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحدة هذا الوطن، وحدة أبنائه، نبذ الفتن مطلوب من الجميع في كل المواقع الدينية وفي كل المواقع الوطنية، لأن الفتنة تحرق الجميع. أنا أعطي الجواب، ومن يريد الجواب فليأخذه مني شخصيا من هنا من دار الفتوى. وشكرا لك. هل سيكون اللقاء مع أعضاء اللجنة ولا مع سماحتك؟ أنا لا، مع أعضاء اللجنة، وتشاورت مع إخواني في اللجنة وكان الرأي أن نلتقي معهم يوم الاثنين، بمناسبة أنه بكرة الأحد، والأحد تعرف تعطيل، واتصلوا في من بيروت. هذا كلام دقيق أنا أنقله بصدق وأمانة وشفافية، أنا حتى لا يفسر وحتى لا ينقل بغير ما حصل. هذا ما حصل تماما. هل في اعتراض على بعض الشخصيات الحاضرة على اللقاء يوم الاثنين؟ أبدا، يعني كل الحضور اليوم نحن أبدا الجميع وافق، وهذا هؤلاء هم الذي سموا من قبل اللقاء، سموهم وهم رموز لجهات يمثلونها. طيب ما هو سماحة المفتي، ما هو الحل؟ يعني الحل هل سيتم إخراء اعتذار أم مخرج معين؟ يعني شو عم تبحثوا، شو الموضوع اللي عم تبحثوا فيه تحديدا؟ أنا قال لك الحل، أنا أعتقد أن الأمور إن شاء الله لا ستحل، لأن الجميع حريص على نبذ الفتن. وشكرا. شكرا.